قبل ما نفتح اي برنامج تصميم او حتى نمسك ورقه وقلم ونبتدي نخطط ونصمم، في حاجه صغيره بننساها وما بنديهاش الاهميه، ودي بتكون سبب في تدميرنا كمصممين، واحيانا بتصعب علينا الطريق وبتخلينا شايفين ان احتراف التصميم حاجه مستحيله. وفي الفيديو ده هشرح سر بيفرق بين الديزاينر العادي والمحترف، والسر ده بيدور حوالين انك ازاي تعرف منين تستلهم افكارك صح. خليني الاول ابدا معاك واقول لك على الاماكن اللي هتخليك تشوف التصميم بشكل مختلف تماما، هتوريك الكونسبت بتاع التصميم بشكل مختلف تماما، هتوريهولك بالشكل الاحترافي اللي المفروض تشوفه بيه. وخليك معايا عشان هيكون في هديه ليك اخر الفيديو، وهشرح لك معلومات مهمه جدا محدش هيقولك عليها. هات مشروبك المفضل وليتس جيت انتو ات. انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين؟ اول موقع معانا وهو غني عن التعريف طبعا behance.net، لكن الموقع ده لازال فيه اسرار اكاد اجزم ان انت ممكن تكون بتسمعها لاول مره. اولا البيهاينس ده المنصه الرسميه تقريبا لعالم التصميم، بتقدر تشوف مشاريع حقيقيه من شركات زي ادوبي ونايكي اديداس ومصممين مستقلين من كل انحاء العالم. الميزه هنا مش بس في التصميمات لكن كمان في البروسيس، في ناس بتعرض خطوات الشغل والورك فلو بتاعتها من فكره لحد التنفيذ والنشر. زي مثلا لو دخلت هنا وكتبت سوشيال ميديا بوستس ورك فلو وبحثت ودخلت مثلا على البروجكت ده، هلاقي ان صاحب البروجكت الديزاينر بتاع البروجكت منزل الورك فلو بتاعته كامله. هتلاقي الورك فلو دي ممكن تكون في شكل شيت او في شكل GIF او في شكل انيميشن بيكون موجود، هو بيشرح فيه بيفكك فيه التصميم يعني بمعنى اصح، او بيكون في صوره فيديو زي اللي قدامنا ده. ومن هنا حضرتك كديزاينر هتستخدمه مش بس عشان تشوف الشكل النهائي للتصميم او التصميم ده جاب ريتش او ما جابش او نجح او ما نجحش، لكن كمان عشان تتعلم ازاي بيوصلوا للتصميم ده وايه التفكيك او الاناليزيس بتاع التصميم ده اللي هو التحليل بتاع التصميم. هقول لك بقى النصيحه الاحترافيه في البيهاينز. واحده من النصايح اللي محدش هيقولك عليها هي تكوين المود بورد. يعني ايه مود بورد؟ المود بورد ده يعني انا دخلت على التصميم اللي قدامي ده مثلا، او التصميم اللي قدامي ده مثلا، فالتصميم ده عجبني وانا عايز احتفظ بيه، فهعمل ايه؟ هتك على كلمه سيف اللي في الجنب، اول ما احط الماوس عليها هيظهر لي اد تو مود بورد، هدوس واعمل كرييت مود بورد. اسمي المود بورد مثلا، ممكن اسمي دي ثامبنيل ديزاينز مثلا، والتكه كرييت، هسيبها جوه الثامبنيل ديزاينز. فبالتالي انا هبتدي اقسم، عامله زي السيف بتاع الانستجرام كده بالظبط. دلوقتي انا طيب عايز اجيب المود بوردز، هعمل ايه؟ هخش على صوره البروفايل، ادوس عليها كليك واروح على التاب اللي مكتوب عليها مود بوردز، هلاقي المود بورد بالاسامي اللي انا كنت مسيفها. ولما تيجي تسيف حاجه سيف كل حاجه في حاجتها، يعني انا دلوقتي سيفت صامبنيل جوه صامبنيل، هسيف سوشيال ميديا بوست جوه سوشيال ميديا بوست. انا بشتغل في اليو اي واليو اكس، هقسم على حسب ما انا شغال، مثلا ده يو اي بتاع تطبيقات، ده يو اي بتاع ويب سايت، هبتدي اقسم ده الكلام ده على حسب انت ديزاينر بتشتغل فيه، عشان تكون مرتب ومنظم والعمليه ما تتوهش منك. يعني على سبيل المثال انا عايز اخش اصمم لوجو دلوقتي، اخش على المود بوردز اللي انا عاملها للوجو ديزاين وابتدي اتفرج عليها، اعمل تغذيه بصريه عشان الافكار تيجي معايا بشكل احسن واحترافي اكتر. طب انا ممكن استفاد من المود بوردز دي ازاي كمان؟ انا في الوقت اللي بكون فاضي فيه بدل ما بعمل سكرول في الانستجرام او تيك توك بدون فايده، انا ممكن اعمل سكرول في الصفحه الرئيسيه بتاعه البيهاينز، او ابحث عن حاجه معينه، اكتب مثلا لوجو ديزاينز مثلا، وابتدي اعمل تغذيه بصريه، ابتدي اشوف ده بيعمل ايه، ده بيعمل ايه، هل الحاجه دي انا اعرف اعملها واوصل لها؟ طب انا هوصل لها ازاي؟ ابتدي اتعلم واعرف احط نفسي في المشكله عشان اعرف اشتغل. مفيش حد بيبدا كبير، ومن اللحظه دي الساعه اللي انا قعدتها على البيهاينز هستفاد منها، هيبقى عندي مود بورد
في الحاجه اللي انا بشتغلها، فلما يجي لي شغل هخش على المود بورد واتفرج واسترجع وابتدي اعمل تغذيه بصريه عشان اطلع بفكره جديده، ما تكونش متقلده، فكره تكون كرييتيف بتاعتي انا. عندنا تاني موقع وهو dribble.com. الموقع ده خرافي جدا وبسيط وسهل. ده مكان بيعرض اللقطات الصغيره اللي هي الشوتس من اعمال المصممين. هتلاقي فيه واجهات تطبيقات اللي هي اليو اي واليو اكس ديزاين، هتلاقي لوجوهات، ايقونات، وحتى موشن جرافيكس. الميزه هنا ان المحتوى بيكون مركز وبسيط وسهل وسريع، فهتقدر تشوف كميه افكار ضخمه في وقت قليل. نصيحتي ليك ان انت تتابع من دريبل المصممين اللي عندهم ستايل قريب من ذوقك، وتدرس اختياراتهم في الالوان والمسافات اللي هي السبيسنج بتاعهم. والسبيسنج دي حاجه من اهم المبادئ في التصميم، سواء كان مبدا اكاديمي او مبدا تصميم احترافي. السبيسنج دي من ضمن العناصر الاساسيه. ويكون عندهم نفس اللويد بتاعك او السيستم اللي انت ماشي بيه. دريبل مفيد جدا للمصممين بتوع اليو اي واليو اكس والبراندنج ديزاينرز. تالت موقع وهو awards. AWWARDS. هنا بنتكلم عن المستوى العالمي. awards بيعرض مواقع حصلت على جوائز من لجان تحكيم متخصصة في التصميم وتجربة المستخدم البصرية. يعني بمعنى أصح الموقع ده بيخص أكتر اليو اي واليو اكس ديزاين، بس مش معنى كده إن أنا كديزاينر ما يكونش عندي معرفة أو اطلاع على الموقع ده، لأن هو بيكون فيه مقالات مهمة جدا للتصميم، وببتدي أعرف منه الترندز اللي موجودة في التصميم أو الأواردز اللي الحاصل عليها صحاب المواقع دي أو الديزاينرز بتوع المواقع دي. كل موقع هتدخل هنا هتلاقي فيه عبقرية وأفكار مختلفة وإبداع مختلف، سواء في الألوان أو الحركة أو التجربة التفاعلية داخل الموقع. نصيحتي ليك ان انت تدرس الترندز اللي بتتكرر من المواقع اللي بتفوز، ودي بتكون مؤشرات عن اتجاهات التصميم الحديثة اللي بتستخدمها الشركات الضخمة، فتبتدي تركز على الاتجاهات الحديثة عشان تكون مطلع على عالم التصميم الحديث. الموقع الرابع وهو موقع غني عن التعريف جدا، واكيد في ناس كتير منكم يعرفوه لو انتوا دخلتوا وتعمقتوا في مجال الديزاين، وبالاخص البنات بيهتموا جدا بالموقع ده اللي هو بنترست. بنترست هو اكبر مكتبة الهام على الشبكة العنكبوت. Yeah, you know like انا بتكلم عربي مكسر قوي. ده انت وصلت يا جدع، والله الف مبروك يا مرسي، والله العظيم ثلاثة. بنترست هو اكبر مكتبة الهام على النت لاي نوع من التصاميم، سواء كان ديجيتال مطبوعات فوتوشوب او حتى تصميم الديكور الداخلي والخارجي. ميزة بنترست انك تقدر تعمل بوردز خاصة بيك زي نظام البيهايندز اللي هي المود بوردز، تحفظ فيها افكارك وتخلي الالجوريثم يرشح لك حاجات مشابهة لذوقك. زي مثلا انا ممكن التصميم ده عجبني او الرسمة دي عجبتني، اتك سيف واضيفها للمود بورد بتاعتي. وكل ما بتعمل سيف لحاجات انت مهتم بيها، الالجوريثم او الخوارزميه بتاعه البنترست بتطلع لك تصميمات وديزاينات مشابهه ليها. هنيجي مثلا هنجرب نبحث هنا على سوشيال ميديا مود بورد مثلا، هنبتدي نشوف تصاميم رهيبه، قد يكون اللي بيتنشر هنا اقوى من اللي بيتنشر على البيهايندز واهم، وبيكون فيه الكالرز المستخدمه واللويدز والسبيسنج وكل التفاصيل اللي انت محتاجها. زي مثلا عندنا الستايل جايد لاين ده بيشرح لك انواع الخط والتايبو بتاعه اللي هو استخدمه والالوان والدرجات، كل التفاصيل اللي انت محتاجها. نصيحتي ليك انك تبحث بكلمات مفتاحيه ذكيه او تاجز ذكيه. ممكن اكتب مثلا لوجو لاي اوت ايدياز مثلا، هيبتدي يجيب لي شرح مفصل بشكل سريع جدا للوجوهات الموجوده واللويد بتاعها. وممكن على سبيل المثال مثلا ابحث بشكل مفصل ودقيق زي مثلا مودرن بوسترز ديزاين. كل ما كان البحث محدد كل ما كانت النتائج اعمق واقرب للي انت عايزه. لو انت وصلت لحد هنا فانت ليك مني هدية.
هبعت لك دليل احترافي لاختيار الالوان لاي تصميم، سواء كنت UI/UX ديزاينر او حتى براندنج ديزاينر. هبعت لك الدليل ده، هيكون مهم جدا. الدليل ده انا اللي مصممه، انا اللي عامله. الدليل ده فيه معلومات احترافية مش هتلاقيها في اي مكان تاني. كل ما عليك ان انت تسيب كومنت تكتب فيه الدليل او ان انت عايز الدليل، وانا هتواصل معاك فورا وابعت لك الدليل. اخر موقع وهو Mobin.com. لو بتشتغل UI او UX ديزاينر، هو منجم ذهب حقيقي بالنسبة لك. الموقع بيجمع لقطات واجهات حقيقية من تطبيقات عالمية زي سبوتيفاي، اوبر، Airbnb، امازون، واتساب. يعني بتتعلم مش تصميمات نظرية، لكن من شغل بيستخدمه ملايين الناس كل يوم، وبينزل عليه التحديثات اللي بتكون خاصة بالتطبيقات أول بأول. نصيحتي ليك كUI أو UX ديزاينر إن أنت تقارن بين واجهات تطبيقات في نفس المجال، زي مثلا تطبيقات التوصيل أو تطبيقات البنوك، فتبتدي تقارن بين التطبيقات في نفس المجال وتكتب ملاحظاتك عن الأزرار، الأيقونات، الألوان، الفلو بتاعت التصميم والتجربة الكاملة. المواقع اللي قلت لك عليها دي مش بس الإلهام، دي غذاء حقيقي لعقلك كمصمم. خد لك 10 دقايق كل يوم تتصفح فيها وتتفرج على التصميمات المختلفة من حوالين العالم، ومع الوقت هتلاحظ ان افكارك بقت اقوى واعمق وكرييتيف اكتر. قولي في الكومنتات، هل بتستخدم موقع من المواقع دي ولا لا؟ ولو استخدمت موقع من المواقع دي، قولي تجربتك معاه كانت عاملة ازاي. سلام.